موضوع القطار الطائر ده تم التعاقد مع شركة بوما الفرنسية بمناقصة لإنشاء قطار طائر. هم عملوا ممارسة محدودة، ما حدش اتقدم غير شركة بوما، المفروض كانوا يعيدوا الممارسة، ما تمش. مش مشكلتنا برضك أسلوب التعاقد اللي دايما بيبقى فيه خبايا. شركة بوما الفرنسية تعاقدت بمبلغ 540 مليون جنيه مصري على إنشاء مشروع القطار الطائر من الفترة من 14/4/2009 ل 14/4/2011. المفروض القطار ده يبقى راكب في تاريخ 14/4/2011، وده انت هتنزل في المهبط بتاعك، هتوصل عن طريق بدل الاتوبيسات اللي هي صالحة دلوقتي، هتوصل للمبنى عن طريق القطار الطائر ده. تم التعاقد مع شركة بوما واتدفعت الفلوس وكله تمام. حتى الآن القطار المفروض كان يبقى راكب في تاريخ 14/4/2011، لحد دلوقتي القطار ده ما تركبش. بس يبقى السؤال الأهم، القطار ده كان فيه احتياج حقيقي في المناقصة الأساسية، ولا ده بيتم التعاقد بإهدار المال العام فيه لتلافي عيوب ذكرت في التقارير الهندسية؟ هو تلافي العيوب دي المكان ده بعيد جدا، فقال لك يعني نعمل قطر، لان من ضمن العيوب كمان ان العاملين مش عارفين اسامي الممرات ومش عارفين الطرق، فبالتالي كانوا ساعات بيمشوا بالاتوبيسات او بالعربيات في اماكن صعود او هبوط الطيارات، ودي مثلت خطوره في اكتر من مره يعني. فطبعا انت لما تعمل لي مطار بعيد وتجيب لي قطار طائر، دي تكلفه زياده عن تكلفه المطار نفسه. الكارثه الحقيقيه ان القطار الطائر ده اللي احنا استلمناه من فرنسا وهو جاي بيتشحن في البحر المتوسط على السفينة جوليا، القطار ده بالسفينة غرقت. معلوش تأمين. ما هتكلم بس في قصة التأمين دي تاني. القطار ده لما غرق، أنا عن نفسي أنا المحامي بتاع نقابة الطيارين، أنا ما عرفتش من مصر، أنا عرفت من وكالة مونت كارلو الفرنسية إن عندنا قطار ثمنه 540 مليون غرق. جينا يا جدعان ده في 540 مليون في البحر. قالوا لا ما احنا هنجيب قطر تاني. يا جدعان طب التأمين؟ اما اتفتحت القصة قالوا ان رئيس هيئة المينا اللي هو فتح الله تقريبا، شركة المينا، أدلى بتصريح كان جميل جدا. قال لا احنا فعلا القطار مؤمن عليه، وتم صرف مبلغ 3 مليون يورو قيمة التأمين على القطار. قلنا يا نهار اسود، 3 مليون يورو يعني 30 مليون مصري من 540، يعني لسه في 510 في البحر. لما فضحنا الكلام ده ابتدت تتعمل تسويات وبتاع ومش عارف ايه ويدخلوا عشان خاطر يعني ايه نبدأ نجيب قطار تاني أقل من القطار الأولاني بس ما ندفعش حاجة. يعني هو ده دي التسوية اللي بتتم حاليا، وبقى لنا سنة. والمفروض كانت شركة ميناء القاهرة الجو تفسخ التعاقد لعدم تركيب القطار، ما تركبش القطر وما تفسخش التعاقد، وال 540 مليون محدش عارف هم فين حتى تاريخه. والأسئلة دي كلها كان المفروض بدل ما يتباهوا بالمطار ويتباهوا باللي بيقولوا احنا نستخبى وما نتكلمش عن حاجة كلها كوارث، بس احنا المواطن البسيط ما يعرفش شيء عن المطار غير المبنى اللي هو بيروح يركب منه الطيارة، ما يعرفش ايه العيوب اللي فيه، ما يعرفش المخاطر اللي فيه. انا اعرف بعض الطيارين بيقسم لي ان هو اثناء الهبوط والاقلاع بيتشاهد اكتر من 10 مرات للخطوره الداهمه اثناء الهبوط والاقلاع يعني. تمام. واحده من الحاجات اللي ذكرت اعلاميا، يعني حضرتك هتقول مدى صدقها او لا، انه مكتب الفريق شفيق اثناء ما كان وزير للطيران كان في ماكينه لاستخراج التذاكر غير مربوطه بسيستم تذاكر الطيران بتاع مصر للطيران بشكل عام. مش عارفه مدى صدق يعني هذه المعلومه ام لا، لانه قدامي معلومه تانية بتقول ان واحده من المخالفات الجسيمه اللي مذكوره في البلاغات ليها علاقه بفكره التذاكر المجانيه. فأنا عايزة حضرتك توضح لنا أولاً يعني هل فعلاً كان في مكنة ولا لأ، إذا كان ده متاح، والأهم فكرة التذاكر المجانية هي فكرة قائمة، إيه مدى قانونيتها، مدى استغلاله للنفوذ فيها، كانت بتروح لصالح مين؟ خلينا بس يعني نبعد عن الشكل شوية ونهتم بالموضوع. في مكنة عنده، ما فيش مكنة عنده، اوريدي التذاكر دي بتتسجل على دفاتر
مش المشكله بتطبع في المكتب ده او بتطبع في المكتب ده. خلينا نتكلم بصوره اوضح عن التذاكر نفسها المجانيه دي. احنا عندنا قانون بيحكم كيفيه صرف التذاكر المجانيه والمخفضه، والقانون ده خاص بالعاملين بقطاع الطيران المدني فقط لا غير. يعني لا يمكن لأي حد كائنا من كان أيا كان رتبته الوظيفية أو سلطته في الدولة أنه يحصل على طيارة مجانية أو مخفضة إلا العامل في مصر للطيران أو وزارة الطيران المدني بصفة عامة. طبعا بتتدرج التذاكر المعفاة حسب درجة الموظف، بتوصل للوزير ورئيس الشركة القابضة ل3 طيارات سنويا ليه، 3 تذاكر سنويا ليه ولأسرته. يعني كل فرد من أسرته من الدرجة الأولى ليه 3 تذاكر مجانية في السنة. عايز أقول لكم إن التذاكر المجانية دي كانت مصر كلها بتطلع فيها من صحفيين أسامي رنانة جدا سواء في الصحف القومية أو المعارضة، كانت دايما بتطلع التذاكر المجانية. رموز النظام السابق، وأنا بقولها على مسؤوليتي لأني مقدم التذاكر دي وصولها صور منها مقدمة أمام قاضي التحقيق من أمثال عمر سليمان أو سوزان ثابت أو منير ثابت أو إلى آخر ما يمكن أن تتخيل من التذاكر المجانية. أنا بس أوري للمشاهد. احنا قلنا ان هم 3 تذاكر المفروض ان هم يكونوا للعائلة بتاعت احمد شفيق او عائلة الوزير بصفة عامة. انا عندي هنا بيان ب21 تذكرة لابنة الفريق احمد شفيق في شهر 1. شيرين احمد شفيق ليها 21 تذكره في شهر ابريل. خليها مرفوعه بعد اذنك. 2011. وادي تذكره ثانيه لكريم حجاج، وده جوز بنت الفريق احمد شفيق. تذاكر بنت احمد شفيق في 2011 عن الثوره؟ لا، ما هو الوزير بعد بعد ما بيخرج بيفضل ليه التذاكر دي طبقا للقانون. طبقا للقانون يحق الوزير سابق بس بحد اقصى 3 تذاكر في السنه. دي بقى تذكره بعد الثوره. وهو ده هيحلنا للتفكير اللي هو ما فيش عليه ورق، انه ايه اللي يدفع باي شخص ايا من كان للخروج بره البلد والعوده سريعا خلال شهر 21 مره. وده يفكرك على طول، ممكن تربط ما بين ازاي حسين سالم خرج ورجع كان بيخرج ليه، واخرين. بكل الاحوال ده بره المساحه القانونيه. احنا مش عايزين بس النهاردة. انا هوريكم تذكره ثانيه بقى لحد ملوش دعوه باسره الفريق احمد شفيق ولا حاجه. هي واحده اسمها ماجري سيلفيا دي الخادمه الفلبينيه بتاعت احمد شفيق، تسافر فرنسا ليه بتذكره مجانيه؟ يعني هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. الاهم دي ماجري سيلفيا الخدامه الفلبينيه للفريق احمد شفيق تطلع ازاي؟ وادي تذاكر تانية كتير جدا بتواريخ مختلفه، سواء لعزة توفيق زوجة الفريق احمد شفيق التي توفيت من قريب